في نوع من التطبيقات الناس بقت بتسأل عليه كتير اليومين دول، اللي هو ازاي اقدر اتابع موبايل حد، سواء بقى كان ابني او اخويا الصغير او حتى جهاز شغلي. بس المشكلة ان معظم التطبيقات اللي بنجربها ما بتشتغلش على كل الاجهزة. لو اشتغل معاك على موبايل زي الاوبو مش هيشتغل على الشاومي او على السامسونج وهكذا، وفي الاخر كله بيبوظ. وفي الفيديو ده على قد ما هوريك الطريقة دي تبقى ازاي، برضه بوعيك انك ما تقعش في الفخ ده. يلا بينا عشان نشوف التطبيق ده ايه حكايته. التطبيق ده بيجي لمراقبة الموبايلات، وبيستخدمه أولياء الأمور أو الناس اللي عندهم بيزنس وعايزين يتابعوا الأجهزة اللي عندهم، أو أي حد محتاج يعرف التفاصيل اللي بتحصل على موبايل معين، وبيقدم لك كل حاجة من الآخر. نبص بقى عن المميزات. أول حاجة بتشوف المكالمات والرسائل، وكمان تقدر تسجلها أول بأول. تاني حاجة تقدر تتابع السوشيال ميديا زي تطبيق الواتساب مثلا، وكمان الفيسبوك والسناب شات والتيك توك وغيره من أي تطبيق موجود على الموبايل. بتعرف كمان مكان الموبايل لحظة بلحظة من خلال مراقبة الموقع. كمان ممكن تشوف الهيستوري بتاعت المواقع اللي دخل عليها الموبايل. وكمان تقدر تتحكم عن بعد في الجهاز عموما، زي انك تقفله او تمسح البيانات من عليه كنوع من انواع التأمين. من الاخر انت عينك في الموبايل حرفيا بس من غير ما تمسكه. نشوف بقى لوحة التحكم، ودي اهم حاجة. من هنا تقدر تشوف كل حاجة على الجهاز اللي انت بتراقبه، وخلينا اوريك ازاي. اولا هنا هتلاقي هنا في الداشبورد على الشمال هنا المكالمات كلها قدامك، الوارد والصادر بالتوقيت ومدتها، ومين اكتر الناس اللي ممكن تكون بتكلم الشخص اللي انت منزل البرنامج على موبايله، بالاضافه انك تقدر تسجل المكالمات. تاني حاجه الرسائل، سواء الاس ام اس او اي تطبيق بيستخدم الشات، بتشوف كل حاجه بكل بساطه. كمان تقدر تشوف التطبيقات المثبتة ومدة استخدام الجهاز. هنا هتلاقي اللوكيشن، سواء بقى الجهاز فين دلوقتي او كان فين من شوية او في اي وقت، هو كله موجود بتاريخ اليوم. واخيرا هنا الاوامر، زي انك ممكن تقفل الموبايل او تمسح الملفات او تسجل الصوت، وكل ده من الموبايل بتاعك او من اللابتوب. كل اللي عليك هتدخل على الرابط. خد بقى المفاجأة كمان، ان الشخص لو مسح كل حاجة من عنده انت هتقدر تشوفها في الداشبورد بتاعك عادي جدا. في الختام، اكتر حاجة عجبتني ان التطبيق بيشتغل في الخلفية تماما، يعني مش هيظهر خالص على الموبايل اللي انت حطيته عليه. يعني حتى لو الشخص ده خبير في الموبايلات مش هيعرف ان في حاجة بتراقبه. من الاخر لو عايز تطمن على اولادك او تتابع شغلك، ومش بقولك انك تراقب حد لانك انت عشان تتجسس على حد فده حرام، لكن في النهاية انا بقولك كده عشان برضو سواء انت بتعمل كده او توعي نفسك انك محدش يعمل فيك كده، فانت معاك التطبيق اهو وممكن تجرب بنفسك. والتجربة المجانية والديمو بتاعه هتلاقيه تحت في الوصف. شوف من الروابط اللي موجودة تحت وافهم كل حاجة. لو الفيديو ده بقى عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت جديد معانا اشترك في القناة. شكرا على المشاهدة، شكرا 53 ألف مشترك. مع السلامة.